هو ليه طريقته في الحب مش بسطاني؟ جاري تشابمان في كتاب لغات الحب الخمس قال ان في 5 لغات للحب، كل واحد فينا عنده اللغات دي، بس في لغة ممكن تكون طاغية عن لغة. عشان كده لو انا بحب حد ممكن اكون بحبه بلغتي وبالتالي انا مش عارفة ابسطه، والعكس صحيح. طب ايه هي بقى لغات الحب الخمس؟ اللغة الاولى الكلمات، ودي بقى لغة الناس اللي بتحب من ودانها زي ما بيقولوا. يعني يا باشا دلعني، قول لي اي كلمة حلوة، بحبك، وحشتيني، انا اسف على التاخير، زي الاستاذه انغام كده، اي حاجه. وكل ما تزود في كلام الحلو كل ما احبك اكتر. اللغه التانية الوقت، الناس اللي بتحب باللغه دي بتبقى عايزه تقضي مع اللي بتحبه اكبر وقت ممكن، كواليتي تايم يعني زي ما بيقول. نسافر مع بعض، ندخل سينما مع بعض، نشغل فيلم بالليل ونقعد على الكنبه ناكل فشار، ننزل نتمشى على الكورنيش وناكل حلبسه كده يعني. بس الشرط الاساسي في الكواليتي تايم ده زي ما الكاتب ما بيقول انه ما يكونش وقت متقطع. يعني ما تبقاش مخرجني وعامل لي جميله وانت قاعد بتشوف الماتش طول الخروج، ولا تقول لها ما احنا لسه راجعين من الساحل اهو اتفسحنا، وانت اصلا طول السفريه قاعد بتشتغل وتتكلم في التليفون. ما تتحسبش دي يا حبيبي، شوف لك حاجه تانية. اللغه الثالثه الافعال، يا سلام عليك كده وانت بتساعدها في شغل البيت، ولا حتى جايب لها اكل من بره، ولا عملت لها اكله حلوه وقلت لها ما تطبخيش النهارده. وارقى صور الحب في الافعال انك تاخد العيال وتخرجوا وتقعدوا بقى يومين 3 وتسيبوا لها البيت. الله. اللغه الرابعه هي لغه اللمس، في ناس بتحب في الحب تحس ان انت قريب منها، ان انت موجود جنبها جسديا فعلا، يعني تطبطب عليها، تمسك ايديها، تحضنها. مراتك يا ابني مش عيب والله، حسسها ان انت قريب منها يا ساتر. اللغه الخامسه والاخيره الهدايا، يعني هات لها هدايا والنبي بلاش بخل واستخسار. ويا سيدنا مش عايزين ذهب والماظ، ادخل عليا بورده، بشوكولاتايه، بساندوتش شاورما سوري بالتوميه، اي حاجه. او على فكره لو ما جبتش هديه فهي مهما فهمتك ان هي عذراك انت بخيل. شكرا. من الاخر محتاجين نعرف كل واحد فينا لغه حبه ايه عشان نبقى مبسوطين ونبسط بعض. وهابي فالنتاينز داي. انا فيروز يسري ودي حكايه قبل اليوم.